أشعل إعلان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن الشعار الرسمي لكأس إفريقيا التي يحتضنها المغرب في دجنبر ويناير القادمين من سنة 2025 سعار أبواق النظام العسكري الجزائري التي هاجمت الكاف، معتبرة أن شعار الدورة المستوحى من الزليج المغربي هو سرقة موصوفة وعن سبق إصرار. ومعلوم أن الشعار مستوحى من زخرفات الزليج المغربي الأصيل بين الرموز الإفريقية والألوان التي تمثل التنوع والتكامل بين دول القارة، مع إبراز المعالم المغربية التي تعكس الغنى الثقافي والحضاري للمملكة. وشنت الصحف الجزائرية التابعة لنظام الكابرانات هجوما لاذعا على الكاف، معتبرة ذلك انحرافا خطيرا وأن الشعار لا يمثل المغرب وأنه مستوحى من تراث جزائري. من جانبه موقع دزاير نيوز الجزائري هاجم الاتحاد الإفريقي واصفا أن الكاف حاولت إرضاء المغرب حيث استوحت الشعار من الزليج الجزائري وقميص منتخب الخضر. يذكر أن عملية سحب قرعة كأس إفريقيا ستقام يوم الاثنين القادم بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.